ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في وصفه جديده معانا النهارده في مطبخك اونلاين. وصفه النهارده وصفه البليله، وصفه حلوه جدا، ناس كتير قوي بتحبها، ومشروب شتوي جميل جدا. يلا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنقلع البليله لمده 3 ساعات في ميه دافيه، وبعد ما نقعناها هتبقى معاكي بالشكل ده. بعد كده هنروح على النار ونحطها في ميه في حله، ونحط عليها ميه ونسيبها على النار لمده ساعه. هنغطيها كده بحبه ميه حلوين علشان ما تنشفش. وبعد ما سيبناها ساعه على النار بعد الغليان هتبقى معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه دوت. وهنطفي عليها النار وهنغطيها تاني ونسيبها لمده ساعتين علشان تبقى تفشر كده وتبقى عامله زي ما انتي شايفه كده، والحبات بتاعتها كلها تتفتح وتبقى مستويه وحلوه جدا. هنروح بقى نجيب اللبن. انا هنا بستخدم لبن بلدي، تقدري تستخدمي طبعا اي نوع لبن. وبعد كده هنحط البليله على اللبن مع بعض علشان ياخدوا من طعم بعض، وهنسيبهم على النار ياخدوا غلوه، ونحط عليهم السكر بتاعهم. وكمان هنحط رشه فانيليا، بتفرق جدا في الطعم وتبقى حلوه قوي قوي. وهنقلبهم بقى ونسيبهم ياخدوا غلوه بسيطه، وبعد كده بتكون خلصت وهتبدأي تغرفين في بولات. بصراحة وصفة خطيرة جدا جدا جدا، وسهلة وسريعة. طبعا تقدري تعمليها وتسيبيها في التلاجة وتاخدي منها على التسخين بس، وتحطي عليها اللبن. مش بتعطلك ولا اي حاجة، طعمها حلو جدا جدا جدا. هسيبكم بقى تجربوها، وصفة سهلة شتوية الناس كلها بتحبها وبتدفي جدا جدا جدا. في نهاية الفيديو بتمنى تكون وصفة سهلة، وان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم حلوة ولذيذة. متنسونيش بقى في اللايك الحلو وشير للفيديو واشتراك في القناة. باي باي.